مساء الخير عليكم جميعا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ قلت اعمل لكم فيديو كده ظريف لطيف يعني. الفراعنة كانوا بيدفنوا الموتى بتوعهم على البر الغربي، لانه ده المكان اللي بتغرب فيه الشمس، فهم متخيلين انه الشمس بتاخد ارواح الناس وتعمل بيهم كده رحلة ليلية، وبعدين ترجع تحط الأرواح دي تاني في الأجساد في الفجر. فهم كانوا بيفصلوا ما بين الأحياء وما بين الأموات، وده الطبيعي وده الصحي يعني. حتى جاء الرومان، ولما جم الرومان، أو بالتحديد مش كمان الرومان، قبل الرومان لما جه الإسكندر الأكبر، هو دخل علينا بفكر تاني. ايه الفكر التاني؟ ان هم يا اما كانوا بيدفنوا موتاهم في مقابر بعيدة عن المنطقة السكنية او العاصمة، او كان في ناس بتحب تدفن موتاهم معاهم في البيت، علشان يبقوا ما يحسوش بالوحشة وان هم بعدوا وسابوهم، بيدفنهم في حديقة المنزل، وده كان من العادات السيئة يعني. والكلام ده استمر حتى عهد الفاطميين. لما جم الفاطميين مصر، قالوا لا، مش هينفع الكلام ده، ما حدش يدفن حد في البيت بتاعه، المدخل بتاعه خالص، ايا كان ديانته او ملته. احنا هنفصل الكلام ده خالص. وبما ان حتى اخواتنا الاقباط كان ليهم مقابر ومدافن لوحدهم، فقالوا لا، حتى اللي بيتبارك بدفن ذويه معاه في المنزل لا، هيدفنوا في المقابر. ومن وقت الفاطميين من القرن التاسع فصلت تماما ووقفت تماما هذه العادة، اللي هي عادة دفن الموتى في حديقة المنازل، ودي من الحاجات المهمة جدا. طيب هم كانوا بيدفنوا الموتى معاهم في المنازل تبركا بيهم، وخصوصا لما يكون واحد يعني متقي الله وكويس يعني، فكانوا بيدفنوهم في المنزل. من هنا نقلوا المقابر ديت سفح الجبل، جبل المقطم. فالصوفية قالوا احنا كده كده بنروح لنا خلاوي الصوفية في جبل المقطم، ودي باينة جدا فوق في آخر الجبل كده، على طريق الأوتوستراد هتلاقي حفر في الجبل، ودي خلاوي الصوفية. فقالوا طب ما احنا بدل ما نقعد يعني في الخلاوي كده هوت، ما احنا ناخد العظة من موتانا ونروح نقعد في المقابر. وأول واحد سكن القرافة كان واحد من اليمن، صوفي اسمه عبد الله القرافي. أتمنى أن تكون المعلومة دي فادتكم، تقولوها أو تفيدوا بيها الجست، أو تستفيدوا بيها في شغلكم. شكرا جزيلا.